في عالم العطور في حاجة بتعجبك وفي حاجات بس بتحرق في الذاكرة، والنهاردة احنا واقفين قدام واحد من العطور اللي اتولدت من رحم الأسطورة والنار، أنسليد من دار مارك أنتوان باروا. السلام عليكم. دار مارك أنتوان باروا ابتدت في الأزياء، تفاصيل راقية، أناقة كلاسيكية، وفن بيتقال من غير كلام. ولما دخلت في عالم العطور دخلت بقلب أسد. عطور مش معمولة عشان تشم، عطور معمولة عشان ما تتنسيش. فاسم انسليد حسب موقع مارك أنتوان باروا هو واحد من أقمار كوكب زحل، قمر مليان ينابيع بتنفجر كأنها أنفاس أرض كده مش قادرة تهدى. وحسب الأساطير الإغريقية كان في عملاق اسمه انسليد او انسليدس، وده كل ما يتحرك كان المفروض الارض حواليه بتهتز، وكل ما يتنفس كان بيفجر بركان اتنا. حواديت واساطير الاولين، حكاية كده فيها قوة بدائية وغموض وظلام بينور من جوه. ومن الالهام ده اتولد عطر فيتيفر مظلم، تحسه كده منحوت من مادة سوداء كثيفة فيها خيوط خضراء كده بتنور زي الشرارة في ليل عميق. افتتاحية العطر في فاكهة الراوند او الروبارب، ودي فاكهة اسيوية يعني بيزرعوها في الصين ودول تانية، بتشبه كده قصب السكر، بس انا عمري ما جربت الفاكهة دي، بس جربت كيكة الروبارب او كيكة الراوند، حاجة لذيذة جدا بصراحة. بس الفاكهة نفسها بحس ان هي طعمها ولو ان بيحطوا فيها سكر كتير جدا لما يعملوا منها فطيرة او كحكة الروبارب، روبار باي، ريحتها كده وطعمها عامل زي حاجة بين الكرز والتفاح الاحمر. فهو ده اقرب حاجة اقدر اوصلها لك. بس بصراحة فاكهة جامدة، بس وجودها زي عدمه بصراحة، بس ريحتها حلوة. فإنما كأكل نفسه يعني بتكلم. فالافتتاحية العطر في ريحة اللي هي الروبارب الراوند، ريحة بحسها قريبة جدا من النوتة اللي أنا شميتها في الكيك، بس عطر هو مش جورماند على فكرة. فهي ريحة كده حادة فاكهية لاذعة، وتحس كده ان في ريحة كده عشبية كده خضراء بتنبض الحياة. انا بموت في نوتات الخضراء اللي في العطور، وبمجرد ما بتسيب مساحتها وتدخل في قلب العطر بتحس بقى بالجلد اللي هو المدخن. الجلد المدخن هنا بطل في العطر ده، يعني جلد قوي وما بيعتذرش لأي حد ولا ينحني أمام أي حد، جلد قوي جدا زي بقية العطور اللي في المجموعة دي من مارك أنتوان باروا. فالجلد كده هو أخضر وجريء، في لمسات كده تشبه العطور الجلدية القديمة العريقة اللي احنا كلنا بنحبها، ولكن متخفف كده بنعومة دخانية كريمية من خشب الصندل، تديك كده هدوء تدفيك من غير ما تهد قوته. ومع الوقت كده بحس اللوز المر والتبن والتبغ من حبوب التونكا بيهدي الفاتيفر شوية، وبيكشف عن جوانب كده جوزية ناعمة للعطر، حاجة كده متوازنة من غير ما يكون جورماند. عطر كده فيه تناقض لذيذ، جذور الفاتيفر بتديله كده ريحة عشبية بركانية، وفي نفس الوقت العطر قوي ومغري بدائي، وتحس ان كده في مغناطيسية بتشدك ناحيته. وده فعلا ينفع يبقى توقيع شخصي، ومش هيبقى شبه اي عطر تاني شميته قبل كده. عطر قوي جدا. اوكي هرش برشة واحدة تكفي، يعني عطر هيعبق الأوضة. حاجة مش يعني انا قريت ريفيوهات كده نيجاتيف، ناس بتقول مبيد حشري،
لا انسى الكلام ده، ده مش مبيد حشري. ده لو مبيد حشري يبقى مبيد حشري عايز استحمى بيه، مبيد حشري فخم جدا بصراحة. الناس دي بس مش متعودة على ال السويتنس او الحلاوة بتاعت فاكهة الروبارب، لان هي فاكهة مش منتشرة في افريقيا والشرق الاوسط، بس دي اللي بتديها كده ريحة سويتنس بس صناعية طبعا. فالناس اللي هي ما بتحبش عطور الحديثة، عشاق العطور الكلاسيكية، هم دول اللي بصراحة هيشتكوا. عارف الناس اللي هم، في ناس بتقول لك انا بحب الامواج القديمة وكريستوفر تشونج ومش عارف مين الراجل الجديد ده سلمان فيش وبتاع. يا عم استمتع بالريحة، انت مالك ومال اتجاه الكرياتيف بتاع الشركة يا عم استمتع، ريحة حلوة اشتري، ريحة مش ما عجبتكش ما تشتريش. فانا واحد من الناس دي، ما تفرقش معايا الشركة. الحاجة الوحيدة اللي تفرق معايا لما يعيدوا صياغة العطور، وده بيجي على حساب الاداء بتاع العطر او الثبات والانتشار. دي هي المشكلة الوحيدة اللي عندي مع بعض العطور والشركات. ولكن إذا كان اتجاه الشركة بقى مختلف وعندهم أهداف تانية وعايزين مثلا يبيعوا الناس أكتر، عايزين حاجات دي ما عنديش مشكلة معاها طول ما العطر ريحته حلوة. فهي الناس دي بس اللي أحس إن هي اللي هما الأعداء كونتون بيش، اللي في فعلا تصدق أو لا تصدق، في ناس ما بيحبوش كونتون بيش، وناس طبعا احترم آراء بعضهم في خاصة في العطور اللي هي الكلاسيكية، أو الناس كلها أذواق. فأنا open minded، يعني لازم تبقى تشم الريحة كده وما يبقاش عندك أي، يعني تعملش، ما تقررش قبل ما تشم الريحة بنفسك. فده هو اللي أنا بقوله. هو عطر زي ما قلت لكم مودرن، عطر حديث، عطر مش يس فيه لمحة كلاسيكية من ناحية الجلد، بس مع ذلك عطر غريب، عطر قريب من جانبي. طبعا هتحس ان العطرين دول ولاد عم، بس انا بحب جانبي طبعا. لسه ما اشتريتش ازازة منه على فكرة، وده كان على فكرة برضو شراء عمياني. مازال عندي السامبل بتاع جانيميد، وانا اتربص حتى الخصم الديسكاونت اللي انا عايزه من العطر ده، اول ما السعر ينزل اخطفه على طول. وفي طبعا اشاعات ناس بتقول العطور دي اعاد صياغتها، الكلام ده مفيش اي دليل عليه. وحتى كاتبين في موقع مارك انتوان بروا بالبونت العريض ان العطور بتاعتهم ما عادوش صياغتها من 2019 عطر جانيميد، و2023 لعطر انسليد. والعطر ده مش عارف المدام حاسه ايه باتجاهه بصراحه. ما ادتنيش رايها كده. بحس ان العطر من النوع اللي لازم هي تشمه كذا مرة عشان يعجبها. فهي عشان عندها برد شوية وزكام، فمش طايقة ريحة العطر ده بصراحة. فمن الصبح عمالة تقول لي انت رشيت العطر ده ليه، ومن كام يوم رشيته وانا رايح الشغل كان معبق الأوضة. فهي اصلا مش شم كويس، ومع ذلك شم العطر ده. عطر انتشاره قوي جدا، انتشاره رهيب، وعطر الى حد ما مش معروف. فحتى الناس اللي مطلعه اشاعات ان جانيميد اعاد صياغته عشان كده ابتدوا يبيعوا الاكستريب دي بارفان بتاعه، ده لسه طالع 2023 ولسه ما طلعوش اكستريب دي بارفان. فليه هيعيدوا صياغته؟ فحتى لو هيعيدوا صياغته اكيد مش هيبقى دلوقتي. والبوكس بتاعه اهو، هو ده البوكس بتاع انسليد. وعندك هنا الكيو ار كود، هنا تعمل له سكان هياخدك في للانستجرام بتاع مارك انتوان بروا. فده هو الدليل ان العطر نسخة اصلية. فالعطر هو
ريحة اللي هي الروبارب او الراوند، ريحة كده فاكهية قوية جدا، ومع نفس الوقت الريحة دي كلين، يعني ريحة نظيفة وخضرة في نفس الوقت. حاجة يعني بصراحة أنا ما شميتش زيها ولم أرى لها مثيل، فمع ذلك لا أنصح بشراء العمياني. والعطر ده على فكرة أسهل إلى حد ما من عطر جانيميد. وطبعا الجلد بقى بيطلع بعد كام ساعة كده، والفاتيفر بقى هو اللي في الآخر هيشد الأرض كده من تحت رجلك. عطر تحسه كلاسيكي بطابع مودرن، حاجة جميلة جدا ويجلب الإطراءات. يعني المدام بتاعتي ما ادتنيش ولا إطراء على العطر ده، قالت لي بس العطر ده قوي جدا ومعبق الأوضة. بس الناس اللي أنا بشتغل معاهم يعني قالوا لي عطر جميل جدا في الهواء. يعني عطر هو أبهرني بصراحة. عطر الأداء بتاعه والثبات بتاعه عجبوني جدا، تقريبا نفس القوة لعطر جانيميد. انا ما جربتش الاكستري دي بارفام، و10 ساعات محترم، وبعد كده كمان بيبقى سكين سنت وهيفضل لحد تاني يوم على الجلد. فهو عطر مناسب للخريف والشتاء في الدول العربية وافريقيا، ولكن ينفع تستخدمه في مواسم تانية في الدول الباردة. فقولوا لي رأيكم في عطر أنسليد لو جربتوه من دار مارك أنتوان باروا. اكتبوا لي السنت اوف ذا داي بتاعكم، انهي عطر رشينه النهارده، وايه اكتر عطر بتفضلوه من دار مارك أنتوان باروا. ولو اول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس عشان تدوني الموتيفيشن، تحمسوني اعمل فيديوهات تانية وكونتنت اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.